مرة تانية مع حضراتكم، ويمكن هنتكلم عن موضوع شاغل بال الكثيرين في الوقت الحالي، وهو موضوع الصكوك. ايه هي الصكوك؟ الفرق بينها وبين الأسهم وبين السندات. أمور كثيرة هنتكلم على هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور طارق طه، عميد كلية تجارة إحدى الجامعات الخاصة. أهلا دكتور طارق. أهلا بحضرتك فندم. دكتور طارق، يعني بعيدا مؤقتا عن موافقة الأزهر أو موافقة مجلس الشورى، نوضح للمشاهدين الصكوك. ما هي الصكوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا هحاول قدر الإمكان يعني إحنا نبسط شوية المفاهيم للسادة المشاهدين. هو الحقيقة الصك هو ده عبارة عن أداة من أدوات السوق المالية. بيشترك مع السهم في إن هو بيدر عائد لمالك السهم أو مالك الصك. تمام. ولكن في اختلاف ما بينهم. دي يمكن دي مش واضحة لدى كثير من الناس. نعم. يعني السهم ده، السهم اللي هو أكثر حاجة تداولا في السوق واللي هو معروف لدى الناس، ده بيمثل لمالك السهم حصة في رأس المال. تمام. بمعنى ان لو مثلا انه ممتلك حصة في رأس المال بالظبط بقيمة تمام. السهم بتاعه. تمام. والسهم ده هو دائم طالما الشركة مستمرة في النشاط. تمام. بحيث ان المالك لو هو عايز يتنازل عن السهم او بيضطر ان هو يبيعه في سوق الاوراق الماليه اللي احنا بنطلق عليها البورصه. تمام. الصك بقى مختلف. الصك ده يعتبر امتلاك لفتره، ملكيه مؤقته. امتلاك لفتره. وبيتم تصفيته وفقا لنشره الاصدار بتاعته. مثلا لو قالوا ان هو 12 سنه 10 سنين، وبالتالي فالجهه المصدره للصك بتقوم بدفع القيمة السوقية للصك دوت لمالك الصك. وبالتالي فهو مختلف عن السهم. هترجع الملكية للدولة تاني بعد انتهاء المدة المحددة، سواء 10 سنوات أو 12 سنة، عشان يبقى بوضوح وبالتالي فهو يعتبر مجازا رهن للأصل اللي هو اللي موجود دوت. نعم. عشان كده يعني كتير جدا كانوا معارضين موضوع فكرة الصكوك دهوت او كانوا متخوفين منها. يعني طيب، في نقطة يعني على حد علمي هذا الموضوع، هذه الصكوك يعني المواطن اللي هياخد صك معاه صك، هذه هتبقى خاصة بمشروعات جديدة من خلال يعني أنا بتعامل أو هاخد صك في شركة ما، هتبقى مشروعات جديدة بالنسبة للشركة، ولا هذه المعلومة؟ لا. ما اعتقدش يعني مش على الشركة، مش على الشركة الرئيسية، هيبقى يعني هذا الصك هيبقى من خلاله هيتعمل مشروعات يعني إضافية للشركة، اللي انا عارفه لبعض الشركات. اللي انا عارفه دلوقتي ان مجلس الشورى حدد آلية عملية الإصدار، وان في هيعملوا جهة او شركة لها كيان اعتباري هي اللي تبقى مسؤولة عن إصدار الصكوك ده حسب ما أذيع يعني. وان في هيئة شرعية للرقابة عشان هم كانوا عايزين يطلقوا عليها اللي هي الصكوك الإسلامية ديت. وحدد آلية إصداره. ولكن أنا ما يعني لم تحدد إن هي الصكوك دي في مشروعات جديدة. أنا من وجهة نظري إن أنا شايف إن الحكومة الحالية بتلجأ لأقصر الطرق إن هي تحاول تحل الأزمة الاقتصادية للبلد بطريقة جزئية. إزاي؟ إن هي ما هتطرح الصكوك دهيت والناس هتشتريها، فهي كده بتسحب جزء من مدخرات الافراد او جزء من راس المال اللي هو موجود في السوق، وبتقل القوه الشرائيه لدى الناس، وبالتالي بتحد جزء بسيط من التضخم. ولكن كان من باب اولى على الحكومه دهيت ان هي تفكر في مشروعات استثماريه وانتاجيه تدر عائد ودخل للبلد، وفي نفس الوقت تفتح فرص عمل للشباب وتجيب عائد للدولة، ويكون على اللونج ران يعني لها أجل طويل، بدل من ان هي تخش في مجال المضاربات ومجال الأسواق المالية اللي هي بتدور على الربح القصير والعلاج قصير الأجل ودون إعطاء قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد. هل السوق هتدخل، يعني حضرتك شايف ان هتدخل ضمن سوق الأوراق المالية، ولا هتكون بعيدة تماما عن سوق الأوراق المالية؟ المفروض ان هي بتبقى بعيدة تماما. ليه؟ لان هي سوق الأوراق المالية ده بيعتبر شانل او منفذ للراجل الاسهم. لان الراجل لو انا دلوقتي ما اناش عايز السهم هبيعه فين؟ وبالتالي بتظهر موضوع او فكرة المضاربة. يعني ايه مضاربة؟
عشان بس برضو احنا نوضح برضو للساده المشاهدين ان السهم ده بيبقى له قيمتين. تمام. قيمه اسميه هي القيمه المدونه على الوثيقه اللي هو السعر الاصلي يعتبر، السعر الاصلي اللي هو اشترى بيه صاحبه. نعم. وقيمه سوقيه هي القيمه الفعليه اللي السهم ده في السوق اللي بتداول بيه السعر بالظبط، بحيث ان الشركه لو الشركه نشاطها مستقر وان هي بتحقق ارباح ووزعت قبل كده ارباح، فده بيعلي من قيمه السهم. تمام. وبالتالي مثلا لو كان واحد اشترى مثلا سهم ب 100 جنيه لشركه ما، الشركه وزعت ارباح معقوله، ومفروض هنا ان الربح بيبقى اعلى من الفايده اللي بتمنحها البنك، لان عمليه الريسك المخاطره هنا اعلى، وبالتالي يبقى العائد المتوقع اعلى. وزعت ارباح اعلى، فبيبقى مثلا يجي هو يفكر ان هو يبيعه، فبيبيعه مثلا ب 120 جنيه. الفرق ده ما بين ال 100 وما بين ال 20 هو ده الربح الراسمالي او دي المضاربه. ليه؟ لان هو كان معرض ان السهم ينخفض. نعم. دي فكره المضاربه. مفروض ان الصكوك بتبقى بعيده عن هذا المجال. كيفيه التعامل في موضوع الصكوك والارباح يعني تصرف ازاي للمتعاملين واصحاب الصكوك؟ الصك مفروض ان هو ايه اللي يخليه مثلا المواطن او المستثمر يلجأ للصك، ان هو الا اذا كان هيحصل على عائد. مفروض ان العائد دوت عشان او يطلق عشان الحكومه تقدر ان هي تسمي الموضوع الصكوك ده هو اسلاميه. المفروض ان العائد اللي يحصل عليه حامل الصك ده يكون من النشاط الشركه، يعني متولد ربح متولد من النشاط، وليس فائده على القيمه الاسميه. عشان كده يمكن الازهر رجع موضوع الصكوك ده، لان العمليه دي ما كانتش واضحه في عمليه الاصدار عندما قدم فعلا له. وبالتالي فهم دلوقتي بيحاولوا ان هم يتحايلوا على الموقف، ان هو قال لك طب هنسميها صكوك بس وبتاع. المفروض ان هو ياخد من الربح وليس من القيمة الاسمية عشان نبعد عن الشبهة الربوية، وفي نهاية المدة بيحصل على القيمة الاسمية بتاعته. وبالتالي إذا كان الصكوك دي هي هتبقى لأصول الشركة، الأصول مملوكة للدولة، فكده دي أنا من وجهة نظري دي هتبقى مشكلة، لأن أنا كده كأني برهن الدولة، برهن الدولة اللي حملت الصكوك. طيب يمكن هذه الصكوك تم يعني تداولها او اشتغلت بها بعض الدول، هل حضرتك يعني تعلم ما هو الوضع بالنسبه لهذه الدول؟ نجحت هذه الفكره ام لم تنجح هذه الفكره؟ شوف حضرتك، عمليه اللي سيادتك بتقوله دوت ده احنا بنسميه علميا اللي هي اداره الاستخدامات بتاعه الاموال. احنا ببساطه كده لو انا بصيت لاقتصاد الدوله ده مثلته كانه هو ميزان. عندي الكفه ديت فيها الايرادات، يعني اللي هو الانكم، الدخل اللي داخل الدوله، ومن الناحيه الثانيه الاستخدامات، يعني انا باخد الدخل ده اصرفه في ايه. فحسن اداره الاستخدامات ديت وفقا اليات وضوابط معينه هتخلي ان تبقى العمليه تمشي صح. ولكن يعني العيب ليس في الفكره يا ايجابي يا سلبي. ايجابي يا سلبي. انا هدي لحضرتك مثال. ممكن مثلا نفترض ان واحد دخله مثلا يعني تجاوزا 1000 جنيه في الشهر، وبيحسب استخداماتها وبيصرفها في اوجه الانفاق اللي احنا بنسميه الانفاق الرشيد، واحد ثاني بياخد ضعف هذا المبلغ وبيبدد الفلوس اللي اخدها دي في اسبوع. وبالتالي فهنا العبره كمان مش بس في الدخل اللي جاي انما الدخل اللي جاي للدوله مفروض فين الاستخدامات بتاعتها. احنا سمعنا في البدايه عن الحكومه ان هيعملوا برنامج للنهضه وللاستثمارات وللتنميه. فين الاستثمارات اللي هي مفروض ان هي تتعمل؟ وفين المشاريع الانتاجيه اللي هي ممكن بدل ما يبقى التفكير منحصر ان انا اعمل قروض واخاطب صندوق النقد الدولي؟ لان معنى ان انا اخش كمان في دوامه القروض يعني ان انا كده هو بخلي ان الجيل القادم يدفع تكلفه خدمه الدين لحاجه هو مالوش ذنب فيها يعني. طيب دكتور، بما ان حضرتك ذكرت صندوق النقد الدولي، ويعني عشان توضيح لهذه النقطه بالذات، يعني صندوق النقد الدولي البعض بيتكلم على ان 4.8 يعني مبلغ غير كافي لسد احتياجات. مظبوط. ولكن هي المعادله ان الصدى موافقه صندوق النقد الدولي هي هتكون بدايه للاستثمارات الخارجيه، ان يجي لك المستثمرين، وده يكون مؤشر للفتره القادمه.
هو حضرتك زي ما سيادتك تفضلت، هو يمكن له تأثير معنوي، ان معنى ان صندوق النقد الدولي بيوافق ان هو يمنح قرض لمصر، ده معناه الوضع مستقر. معناها لا يعني ان هي اوفت بمعايير ادت لقبول هذا الكلام. ولكن انا من وجهة نظري ان الاستقرار الامني في البلد ده مهم جدا عشان الاستثمارات الداخليه والخارجيه تبدا تشتغل. يعني احنا حضرتك اكيد سمعت عن كتير جدا من المستثمرين حتى المصريين في المصانع الجديده اللي في مدينه برج العرب وكده ابتدوا يخرجوا من السوق، ومفيش دلوقتي كمان استثمار خارجي جاي لنا، والسياحه توقفت. فكل دي هي الدخل للدوله توقف. كان من باب أولى أن الحكومة تهتم بهذه المصادر، لأن دي هتجيب عائد وهتشغل الإنتاج وهتفتح بيوت للناس، بدل ما معدل البطالة ارتفع بطريقة غير طبيعية. طيب. معدل البطالة ده لما يرتفع ده بيصاحبه مشاكل اجتماعية كتيرة جدا يعني. في حالة يمكن احنا يعني سمعنا كان في وفد من صندوق النقد الدولي مع نهاية الأسبوع، وبعد هذا الاجتماع اتقال ان خلال الأسابيع القادمة سيكون هناك وفد آخر للوقوف على يعني تحديد الموعد اللي سمعناه يعني او قرناه من خلال حضرتك تستشف ايه من كده؟ ان هم يعني احنا حضرتك نقرا من ورا السطور دي نستشف ايه؟ ان هم شايفين ان الوضع في مصر الاقتصادي غير مستقر، وان هم بالظروف الحاليه دي ما يقدروش يمنحوا القرض، وان هم محتاجين للدراسه، وان هم هل هذه فرصه؟ يعني لما نقول يعني بعد كذا اسبوع، هل هذه فرصه لتوفيق الاوضاع او لدراسه الامور الاقتصاديه نوعا ما على اساس ان يعني يدوا فسحه من الوقت للدوله ان هي تعيد تاني ترتيب البيت الاقتصادي، وان هي تحاول ان هي يعني تعمل حاجه ايجابيه في لان طبعا وحضرتك اكبر يعني الارقام لا تكذب. حضرتك شوف دلوقتي الجنيه المصري عمال يتدهور، بقى سعره كام بمقابل الدولار؟ طبعا يعني انا بعتقد ان المفروض ان كل مرحله احنا بنقول لها رجالها. المرحله الحاليه دلوقتي هي المرحله اللي هي محتاجه الناس اللي لهم خلفيه اقتصاديه، عشان انا من وجهه نظري ان المشكله الاساسيه للبلد حاليا دلوقتي هي مشكله اقتصاديه. يعني الناس عايزه تعيش وتاكل عيش يعني، وغلاء جامد، وفي الوقت نفسه يقابله بطاله. نعم. دكتور طارق، عايز اقول يعني هل هناك علاقه بين قرض صندوق النقد الدولي والصكوك ولا لا تؤثر؟ لا يعني ما فيش علاقه. يعني في حاله الموافقه على القرض الممنوح لمصر من صندوق النقد الدولي، هل سيساعد مع الصكوك، سيساعد في النهوض وحضرتك برضه استثمارات انا طبعا بشكر حضرتك ان فعلا الربط ده هو ممكن يكون في علاقه غير مباشره. يعني ايه العلاقه الغير مباشره؟ ان اما بيبقى في قرض، هم طبعا عشان يمنحوا القرض من ضمن شروطهم اكيد، ويمكن حتى لو ما كانتش معلنه، ان هو يرفع الدعم على كتير جدا من السلع. وكلمه رفع الدعم ده معناها ان المستهلك النهائي هتبقى السلعه بالنسبه له غاليه، وبالتالي كده هيحصل تضخم وارتفاع في الاسعار. فالصكوك ممكن في حالة الترويج لها، وان هو يعني يلعب على الوتر ان دي اسلامية ومش عارف ايه، هيسحب مدخرات من الناس بحيث ان هو يقلل القوة الشرائية. وده الكلام اللي انا قلته في الاول، ان هو يقلل القوة الشرائية في الناس. فده نوع من تحجيم ارتفاع الاسعار نوعا ما، يعني جزء بسيط، ولكن ما هوش مجدي زي ما نعمل مشروعات تدر عائد للدولة. طيب انا هفترض هذا الفرضيه الصكوك يعني تم تنفيذها، وبيقال انها هتبقى على اول يونيو، هيبقى بدايه التعامل في هذه الصكوك، وهيكون لها رد فعل لمصر. وبيقال برضو من ضمن الاخبار هتوفر 10 مليار سنويا. هل هذا الموضوع يعني سيكون تأثيره إذا تم تنفيذ هذا الموضوع أو هذا القانون، هل هيبقى تنفيذه رد فعل قوي بالنسبة لمصر الفترة القادمة؟ سيادتك
لو هو كان هيطبقهم الكلام المعلن اللي حضرتك قلته دلوقتي، ويمكن انا كان اول مره اسمعه، ان هتبقى الصكوك ديت على مشروعات جديده. يعني هيعمل مشروعات جديده بحيث ان عائد الصك يمول من هذه المشروعات، ده في حاله هذا الكلام. انما لو هيعمل صكوك على اصول، يعني حاجات مملوكه للدوله، فطبعا الكلام ده مش هيتحقق. طبعا سمعنا ان في اشياء معينه هتبقى بعيده تماما، ده برضه من يعني احنا بنسمع طبعا من خلال الوسائل المختلفه ومن خلال بعض الاراء المختلفه ومن خلال الحكومه، ان في بعض الجهات او بعض يعني المشروعات هتكون بعيده جدا نهائيا عن موضوع الصكوك. حضرتك برضه يمكن سمعت هذا الكلام. سمعت، بس يعني حضرتك نعم. يعني اتمنى ان الكلام ده يكون يعني ينفذ، يعني ما يكونش مثلا ده وعد لتهدئه الراي العام، ولكن احنا بنهدي الراي العام ولكن احنا هنعمل حاجه تانية. هل المفروض يكون في وضوح يا دكتور؟ المفروض ان في شفافيه يا فندم. وضوح، يعني هذه الدول الصكوك هتبقى خاصه بكذا وكذا وكذا وبعيده عن كذا وكذا. الدول المتقدمه حضرتك بتعلن عن كل حاجه، بحيث ان بيبقى في ترانسبيرنسي، شفافيه، لان الراجل المستثمر ده عايز هو يعرف يستثمر فلوسه في ايه، ويضمن العائد بتاعه هيجي منين، والفايده، ويعني العائد ده هيكون نسبته قد ايه. فمفروض ان يبقى في شفافيه، مفروض يعني. كيف ترى المستقبل القريب، وحضرتك يعني عميد لكلية التجارة والتجارة والحسابات والرؤية والاقتصاد، يعني تمام. يعني دراسة الاقتصاد طبعا أكيد والمؤشر العام للاقتصاد المصري له دلالة. هل احنا حاليا لما بنقول الاحتياطي الموجود حاليا، هل ده يعني احتياط آمن، يعني لا. يأمن المواطن المصري، أو هذا الاحتياطي في الحدود المسموح بها، ولا يعني بدأنا يعني نقلق، ولا يعني المستقبل يعني ممكن نتحرك؟ انا اتمنى طبعا، انا بحب ان انا اكون متفائل، وان شاء الله انا املي في ربنا سبحانه وتعالى كبير، وان ربنا يحفظ مصر باذن الله، يعني ان شاء الله، لان ما فيش دوله يمكن ان تتعرض للازمات دهيت وتفضل واقفه كده هوت زي مصر، انها ذكرت في القران، فربنا ان شاء الله يوفقنا. ولكن انا شايف ان السياسه الحاليه دلوقتي في استنزاف للاحتياطي النقدي لنا والاحتياطي الموجود في البنك المركزي، وده مفروض ان احنا الدوله تسعى جاهدا ان هي دلوقتي تنمي هذا الاحتياطي، وان هي تبتدي تفتح مجالات الاستثمار وتفتح مجالات دخول العوائد مصر. يعني لازم تدور في مواضيع السياحة، المناجم اللي الدولة عندها، الاستثمارات التعدينية، الزراعة، المشروعات الإنتاجية بأسمى صورة ممكنة، لأن هو ده الضمان الأساسي إن أنت يبقى عند حضرتك مورد ودخل نقدي ثابت. عملية الاستخدام الأدوات المالية ده إن أنا عمال بس أدور الفلوس جوه السوق، انما فين الادد فاليو، فين القيمه المضافه؟ ده مهم جدا ان انا اعمل قيمه مضافه عشان الاقتصاد بتاع الدوله ينهض يعني. طبعا احنا بقى لنا سنتين تقريبا بنسمع عن وقلق المواطن العادي ان ممكن الشهر الجاي نشوف اسعار زياده، ما نلاقيش مرتبات. يعني ده اللي يمكن حضرتك يعني عاصرناه الفتره اللي فاتت. انا ردا على كلام حضرتك ان مصر فيها موارد كثيره، ومصر يعني بقدره الله سبحانه وتعالى يعني تسير بشكل طبيعي بالرغم من المشاكل والازمه الاقتصاديه اللي احنا بنعاني منها. هل المواطن، انا بقول هذا الكلام عشان المواطن المصري يعني البسيط صح، يعني الذي يحتار، اللي هو خايف على قوت يومه، اللي خايف على مستقبل اولاده، يعني في امور كثيره وبيتردد كلام كثير في هذا الموضوع من ناس كتير. انا طبعا انا مع حضرتك في هذه الفكره، وانا بقول ان مصر بلد غنيه ولها مواردها متنوعه. الثروه بتاعت مصر مفروض ان هي تعيش شعبها افضل عن كده بكتير، واحنا كنا تفائلنا خير بعد الثوره، وانا شخصيا كنت متفائل خير، وكنت متوقع ان عمليات التحسن هتتم، بس يظهر ان العمليه طالت، ومفروض ان الحكومه تتحرك شويه. وانا مش عايز ان المواطن البسيط يفقد امله، لان لو اي دولة تانية تعرضت للي مصر تعرضت له ده يمكن كانوا عاشوا في مجاعة، وكان يبقى الجنيه بتاعنا بقى ده لا يساوي قيمته حتى قيمة الورق. فالحمد لله، ونأمل ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يساعدنا ان احنا نتجاوز هذه المحنة الاقتصادية، يعني لان احنا تجاوزنا محنات اكبر عن كده ايام الحروب والنكسات يعني. نعم.
وخصوصا بعد 67. وخصوصا حضرتك يعني بعد كانت 67 نعم. ان كانت البنيه الاساسيه للدوله متدمره يعني، وكانت كلنا كنا عانينا، وكان لا في كان تليفونات ولا صرف ولا صحي ولا الكلام اللي زي وبعض دوت، المواد الغذائيه ما كانتش موجوده، ما والمواد كانتش الغذائيه متاحة. وبتاع، يعني والدوله نعم. صمدت يعني. فانا بقول ان احنا البلد تعرضت على محنات اكتر عن كده، واحنا نامل دلوقتي، ويمكن دلوقتي يمكن اللي بيخلي الناس تقلق ان دلوقتي بقى الاعلام مفتوح للناس كلها، وسائل الاعلام متاحه، الناس بقت في حريه اكتر بتتكلم. يمكن كان زمان برضو بتحصل مشاكل، ولكن كان المجتمع مغلق، لكن دلوقتي المجتمع مفتوح، فالناس بتحس بكل حاجه دلوقتي يعني. نتمنى الخير لمصرنا، نتمنى التوفيق، نتمنى أن تبدأ خطوات إيجابية. يعني أخيرا زميلنا محمد شراوي المخرج البرنامج بيقول لي الوقت انتهى، لكن في إيجاز سريع، يعني نبدأ منين؟ نبدأ بإيه عشان نبدأ نتحرك؟ انا من وجهه نظري احنا المفروض نبدا بالزراعه والسياحه، الزراعة دول والصناعة. هيوقفوا البلد على رجلهم ان شاء الله باذن الله. نتمنى إن شاء الله. نتمنى خير كده، بإذن وبشكر الله. حضرتك. بشكر ضيفي الأستاذ دكتور طارق طه، عميد كلية التجارة بحياة الجامعات الخاصة. شكرا لك يا دكتور. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا.